حمادة سنسور وشرارة الاختراع. كانت نور فتاة لديها صندوق أدوات مليء بالكنوز وعقل يضج بالأفكار. في ظهيرة أحد الأيام المشمسة وصلت طرد خاص. قال والدها وهو يسلمها الصندوق: أهلا وسهلا. في الداخل كانت هناك لوحة زرقاء زاهية بها خطوط فضية وقطع ملونة. لقد كانت لوحة أردوينو. نظرت نور إلى كل القطع وعيناها متسعتان. واو! لكن من أين أبدأ؟ فجأة ومض ضوء صغير على اللوحة، ومضى ومضى ومضى، ثم بصوت فرقعة لطيف قفز روبوت صغير ودود بشعر أزرق فاقع ونظارات استشعار رائعة من على اللوحة مباشرة. لوح بيده: مرحبا، أنا حمادة سنسور، وهذا هو بيتي. حدقت نور في ذهول. أنت تعيش على اللوحة؟ قام حمادة بدورة صغيرة. بالطبع، هل ترين هذا المربع الأسود الكبير؟ قال وهو ينكر على المتحكم الدقيق. هذا هو العقل. إنه المكان الذي يحدث فيه كل التفكير. إنه ما يساعدنا على إحياء أفكارك المذهلة. سألت نور: وكيف نعطي العقل قوته ونخبره بما يجب أن يفعله؟ انطلق حمادة إلى مستطيل فضي. سهل. هذا هو منفذ USB. نقوم بتوصيله بالكمبيوتر لإعطائه طاقة وتحميل تعليماتنا السرية، الكود الخاص بنا. إنه مثل إطعام العقل طعامه الخارق المفضل. ثم أشار حمادة إلى الصفوف الطويلة من الثقوب الصغيرة على الجانبين. وهذه هي الدبابيس. إنها مثل الأبواب السحرية. بعضها يعطي طاقة، والبعض الآخر لإرسال واستقبال الرسائل. إنها الطريقة التي نربط بها عقلنا بالعالم الخارجي، بالأضواء والأصوات وأجهزة الاستشعار. تساءلت نور: رسائل؟ أي نوع من الرسائل؟ هتف حمادة: سؤال رائع. لدينا نوعان. الأول هو الرقمي. إنه بسيط للغاية، مثل مفتاح الإضاءة. إما تشغيل أو إيقاف، شغال أو مطفي، نعم أو لا، 1 أو 0. هل يمكنك التفكير في شيء إما يعمل أو لا يعمل؟ قالت نور: ضوء غرفة نومي. قال حمادة: بالضبط. الآن النوع الآخر من الرسائل هو التناظري. التناظري ليس مجرد تشغيل أو إيقاف. إنه مثل مفتاح التعتيم للمصباح. يمكن أن يكون مضاءً قليلاً أو متوسطاً أو ساطعاً للغاية. له العديد من القيم بينهما. إنه سلس، مثل رفع مستوى صوت أغنيتك المفضلة. قالت نور: حسناً، أعتقد أنني فهمت. سأل حمادة وعيناه المستشعرتان تتوهجان: هل أنت مستعدة للمحاولة يا مخترعة المستقبل؟ لنجعل ضوءاً يومض. هذه إشارة رقمية. تشغيل، إيقاف، تشغيل، إيقاف. ابحثي عن ضوء صغير، مصباح LED، ودعينا نوصله. يلا بينا. أنهت نور التوصيلات وحملت الكود بمساعدة حمادة. بدأ مصباح LED الصغير في الوميض. ومضى ومضى ومضى. صرخت وهي تصفق بيديها: لقد فعلتها. لقد أرسلت أول رسالة رقمية لك. أنت بطلة روبوتات حقيقية. منذ ذلك اليوم أصبح نور وحمادة أفضل الأصدقاء. تعلموا عن أجهزة الاستشعار التناظرية لقياس الضوء والأزرار الرقمية لبدء تشغيل المحركات. مع عقلها الأردوينو ودليلها الروبوتي، عرفت نور أنها تستطيع بناء أي شيء يمكنها تخيله. كان العالم مليئاً بالمشاكل التي يجب حلها، وكانت مستعدة لاختراع الحلول.